حاجات ما ينفعش تعملهم قدام بنت بتحبها. اكشن. ازيك كله بونو بونو. ما تعملش حاجه فوق الطبيعه عشانها. انك معجب بيها مش معناه خالص انك تبذل مجهود خرافي عشان تبهرها. اعمل الحاجات العاديه، ولو هي فعلا عايزاك هتعجب بيك. فمش لازم تستخدم فلوسك، مش لازم تديها اهتمام زياده عن اللزوم، ومش لازم تمثل انك شخص تاني غير حقيقتك. عشان من الاخر هي لو مش عايزاك هتتقل عليك وتبين انها مش مهتمه مهما عملت لها ايه. تاني حاجه ما تتخانقش معاها. اياك تدخل في جدال معاه لو مع راجل عادي، عشان دول ممكن تتحاوروا معاهم عادي وغالبا بيتكلموا بالعقل. انما البنات بقى الكلام معاهم بيولع المشاكل اكتر. لما البنت تحس انها تقدر تستفزك بسهوله هتعمل ده كل مره، عشان هي بتحب احساس انها تبقى ليها تاثير عليك. فلو عايز تفضل مسيطر، تفضل السلطه في ايدك، امشي مع الحوار او تجاهل الكلام اللي بيستفزك. وافضل الحل انك تنهي الموضوع وتمشي. ده واحد ما ينفعش اي حد يستفزك او حتى يطلعك عن هدوءك. ثالث حاجه ما تعاكسش بنات غيرها، ودي مش محتاج اقول لك ليه. رابع حاجه ما تعملش دور المظلوم. بص انا عارف ان حياه الرجاله صعبه، بس ده مش سبب انك تشتكي كل شويه قدامها. ما تبقاش سلبي وما تقولش حاجه تخليك تبان ضعيف. شد نفسك كده وابذل مجهود وحل مشاكلك، وده طبيعي من الراجل عموما. خامس حاجه ما تسيبش نفسك. يعني ايه؟ انك بتحبها ده مش معناه انك تنسى نفسك وتوقف تطورك. ما تخليهاش اهم منك. انت اللي لازم تكون اهم حاجه في حياتك. ركز على نفسك وعلى مستقبلك، وساعتها هي اللي هتركز عليك. سادس واخر حاجه ما تقللش من الناس عشان تبان جامد قدامها. انك عايز تبان قوي والناس تبص لك باحترام مش معناه خالص انك تهين حد او تقلل من حد قدامها، وكل ده عشان تبهرها. فده مش قوه، ده اسمه تصنع وبيخليك تبان اقل. لو عايز اسرار تانية عشان تفهمهم اكتر اكتب لي في الكومنتات. وبس كده.